السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا يا جماعة باش نحكي لكم اللي صاير امس، شنو صار بالضبط، وعليش صار كيف هكاكا، وشكون خلى جماعة هذوك يخرجوا ويعملوا هكاكا ويحكوا هكاكا. اولا لكم امس في بالكم 13 سبتمبر عملوا مسيرة معناتها ينددون بتأزم الوضع الانتخابي والسياسي والحريات والديمقراطية في تونس. معناتها المنظمات والأحزاب والجمعيات اللي في تونس واللي في خارج تونس ينددوا بالوضع السياسي الموجود تو في تونس، انه الحريات تفقدت، انه الديمقراطية ما عادش، انه الاقتصاد منهار، انه معناتها توانسة جواعة، انه كل شيء خايب. امس حكوا عليه وحطوه، وفوق من هكاك معناتها سبوا الرئيس، سبوا مرت الرئيس، سبوا معناتها أعوان الأمن اللي واقفين يعسوا عليهم ويحرسوا فيهم من المعارضين، معناتها من اللي ضدهم ومن اللي تابعين الرئيس قيس سعيد. بمعنى انه شوفوا انتم درجة معناتها البهامة، درجة معناتها الكذب، درجة التشويه للدولة التونسية. وفوق من هكاك يخرجوا في الصحافة الإعلامية والإعلام معناتها ينشر تصريحاتهم، وحتى الصفحات الإعلامية التونسية تنشر أصواتهم. مثال سامية عبو، سمعتوها وش قالت؟ اتهمت الرئيس إنه مريض نفسي. تخيلوا أنتم رئيس الدولة مريض نفسي، يعني أسمعوا الكلام اللي قاعدة تقول فيه. مثال آخر، أي باش ما نطولش عليكم، غيروا وقالوا معناتها اللي رئيس هذا سفاح، وقالوا معناتها العبارات اللي كانت ترفع ضد معناتها حركة النهضة، وضد معناتها جماعة معناتها العشرية السوداء، وضد معناتها اللي شوهوا الشعب التونسي، واللي ضربوه بالكرتوش، واللي ضربوه معناتها وعطشوه وجوعوه ونكلوا به. كلهم اتجهوا إلى رمز الدولة التونسية اللي هو الرئيس قيس سعيد. وزيدكم زيادة، تفرجتوا في المرشح للانتخابات الرئاسية سي زهير المغزاوي في مع قنوات إعلامية أجنبية، في لمسيس، في تياف ان، في فرانس 24. وسمعتوه شنو قال؟ سمعتوه شنو قال؟ هذا قال معناتها في معناتها من خلال سياق حديثه يوجه في تحية إلى وزير الخارجية الأسبق دومينيكان تاع فرنسا، ومعناتها يقدم له في تحية على كيفاش السيد دومينيكان هذا عمل تصريح معناتها ضد الكيان الغاصب، وكيفاش معناتها هذا علم معناتها علم فلسطين. شوف اللي هو معناتها ما قالش وقت اللي السيد رئيس الجمهورية ندد منذ 2019 بالتطبيع، معناتها ندد تطبيع خيانة عظمى، وندد معناتها باللي تعمل فيه فلسطين، باللي تعمل فيه معناتها إسرائيل في 7 أكتوبر في من العام اللي فات إلى يومنا هذا. لكنه ما قدمش تحية إلى رئيس الجمهورية. مش معناتها هو معناتها يقدم في تحية على خاطر كذا وكذا، لا، هو يعرض في خدماته على الغرب، وخاصة فرنسا. مازالوا يمشوا بقى عقلية فرنسا هي تحط رئيس في تونس وهي اللي تنحيه. والجماعة اللي خرجوا أمس نفس الشيء على أساس هزين أعلام فلسطين وتونس، وعلى أساس معناتها يعملوا في البوليميك هذاك الكل، يعرضوا في خدماتهم على الناس اللي من برا اللي ضد الدولة التونسية. فهمتوني يا جماعة؟ وخاطر معناتها هما السبالة اللي كانوا يعكعكوا منها قصت عليهم، واللي هي التمويل الخارجي. نحكي هنا على الجمعيات كما المنتدى التونسي للحقوق والحريات، كما جمعية أنا يقظ اللي هي تسمى بصراحة كما قال خونا جراد، تتسمى معناتها أنا أقبض مش أنا يقظ. وكما معناتها عدة جمعيات أخرى وأحزاب ريناهم وجمعيات. وتخيلوا أنتم من الجمعيات اللي معاهم جمعية شمس، تخيلوا يا توانسة، أمس خارجين ضد معناتها مسار 25 جويلية، جمعية شمس. تخيلوا أنتم قمة معناتها التنكيل، قمة الترذيل، وقمة معناتها شو نقول باش يقول فمي اللي وصلوا لها هؤلاء معناتها باش يركعوا الدولة التونسية، باش يركعوا الأستاذ ورئيس قيس سعيد، باش يركعوا بالمواطنين والشعب التونسي الشريف اللي اختار
مساره، اختار معناتها حياته به. وعليش البوليميك هذا كله صاير؟ لأنه دولة الصين دخلت لتونس، ولأنه دولة الصين ما ينجم يكلمها حتى حد، ولأنه دولة الصين جمهورية الصين الشعبية هي عضو في الأمم، عضو في مجلس الأمن، ما ينجموش يكلموها، لأنه هذوما مولين من عند فرنسا ومن عند تركيا ومن عند الإمارات. وتعرفوا أنتم الصفحات هذوما المأجورين موجودين في ثلاثة دول هذوما. ولأنه بما أنهم ما ينجموش يكلموا لا تركيا ولا الإمارات لأنها تابعتهم، طول نقزوا على الرئيس، لأنه الرئيس هو اللي عمل المشروع هذا، هو اللي فايق التوانسة، هو اللي عرف اللي تونس قادرة توقف وحدها من غير أي تدخل أجنبي، وهو اللي قال لا للتدخل الأجنبي، وهو اللي عمل السيادة التونسية، وهو اللي رجع تونس اقتصاديا، والأرقام ما تكذبش، والأرقام ما تكذبش، وهو اللي بدأ ينظف البلاد التونسية، وهو الوحيد الذي تجرأ على كمال الطيف والعصابة والشلة اللي تسرق في تونس منذ أزل الآزلين. معناتها هذوما اللي خرجوا امس رم ما عندهمش راي، رم ما يدروش على حد شيء، لا مأجورين من الخارج، اخرجوا وعملوا البوليميك هذاك باش تدعمهم عده مخابرات اجنبيه، باش يفسدوا المسار الانتخابي، باش يفسدوا اللي وصلت له الدوله التونسيه حاليا. معناتها يا جماعه، هذو ما عرفتوا شكون يمول فيهم، وعلاش يمول فيهم؟ لقطع الطريق امام التدخل الصيني في تونس، واللي تونس الكل يسانوا فيه معناتها بأحر من الجمر، لأن الصين باش تدخل بمشاريع كبرى في تونس وفي أفريقيا الكل، وتونس لديها نصيب الأسد. يحبوا يقطعوا الطريق أمام الصين بتنحية الرئيس قيس سعيد، لأنه يتنحى الرئيس قيس سعيد الصين ما عادش نجم تدخل لتونس، ويبقى الإذلال والتنكيل والاستعباد معناتها للشركات والخمسين عيلة اللي يحكي عليهم سيد رئيس الجمهورية، واللي الناس الكل تعرف الحقيقة. معناتها هذه فرصتكم يا شعب تونس، هذه فرصتكم. هما راهمش يحكوا على لا ديمقراطيه ولا حريه، الديمقراطيه موجوده والحريه موجوده ومكفوله، وكان جت ما ثمش حريه وديمقراطيه والله ما يخرج منهم حد، وما يخرج منهم حتى حد يتكلم كيف هكاك في الشارع امام المسرح البلدي في قلب تونس العاصمه، والله ما يخلوهم. لكن الحريه موجوده، ديمقراطيه موجوده، حتى واحد ما كلمهم، حتى واحد ما مسهم. هم مشكلتهم ما يعرفوش وعليش خارجين، هم خارجين باش يكملوا المسار متاع فرنسا اللي تحب تقطع الخير على الشعب التونسي، على خاطر الصين تسمى منافس كبير للرأسمالية الليبرالية المتوحشة التي تمتص دماء التوانسة والتونسيين منذ القدم. بمعنى انه هذه مساله حرب استقلال اقتصادي واجتماعي. هم ما يحبوناش نستقلوا، هم ضد الشعب التونسي، ضد الزواوله، ضد الفئه المتوسطه، ما همش مع الفئه الغنيه اللي تاكل معناتها وتنتهك في معناتها في حقوق العمال والعاملين. والاتحاد كيف وكل المنظمات وزهير المغزاوي المترشح كلهم تكتلوا من اجل تنحيه الرئيس قيس سعيد، الكلهم يحاربوا في رمز الجمهوريه اللي هو قيس سعيد. هنا الكرة في ملعبكم أنتم يا توانسة، الكرة في التيران تاعكم. تحبوا المسار هذا يكمل، يلزمكم تواصلوا دعمكم لرئيس الجمهورية، دعمكم للمسار هذا، يلزم المسار هذا ينجح، لأن نهايتهم قربت نعم قربت، وأمطار قليلة نحو معناتها الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. يلزم نهار 6 أكتوبر الناس الكل تتوجه إلى صناديق الاقتراع وتدلو بصوتها. وباش نسهلوا العملية هذه يعيشكم كل واحد يثبت من رقم التسلسلي، نهار اللي يهز بطاقة الناخب عنده رقم تسلسلي، كي يدخل يعطي الرقم ذاك ديريكت للناس اللي تخدم في وسط قاعة التصويت، باش في ساعة ديريكت يدخل يناخب، باش في ساعة يخرج، وفي ساعة يدخل واحد آخر، ما نتعطلوش باش الانتخابات تسير على أحسن ما يرام يا توانسة. هذه فرصتكم الأولى والأخيرة. ربي يعطينا فرصة واحدة في التاريخ، أعطانا فرصة باش نعاودوا نراجعوا حقوقنا التي افتكت منا عدة سنوات. جانا راجل قاعد يهيكل في الدولة من أول وجديد، وتشوفوا في تعيينات الولاة والوزارات ورؤساء المصالح إلى غيره. بعد ما يتم تركيز هؤلاء باش تركح البلاد تخدم ويتم تنظيفها معناتها من الشمال للجنوب، ومن بعد نبدو في البناء الصحيح. البناء راه ما يطلبش برشا وقت، نصلحوا مؤسساتنا فقط. وقت اللي ترجع المؤسسات تخدم لصالح الشعب ولصالح المجموعة الوطنية، الشعب يوقف ويتفرهد. صحيح تحسوا رواحكم توا تعبين، صحيح توا ثم غلاء أسعار على خاطر الخمسين عيلة هذوما يبتزوا في الشعب
بموادهم الأساسية، بقوتهم اليومي. يلزم هذا نبدو في بالنا به الناس الكل، وهذا هو باش يخلينا نخرجوا معناتها بكثرة وباكتساح في الانتخابات باش نكملوا في المسار هذا. مثالش نصبروا شوية مع بلادنا، نصبروا شوية مع رئيسنا، هو يحارب فيهم وحده، يلزم احنا نكونوا معاه. الكلنا تونس، والكلنا قيس سعيد، والكلنا العلم، والكلنا وطنيين، والكلنا باش نفتكوا بلادنا. هذه فرصتنا الأولى والأخيرة. to be or not to be، نكون أو لا نكون. هذه هي المعادلة. بارتاجوا الفيديو هذا، ريبوبليه، اعملوا كومنتات مزيانة، وكثروا من الجميع باش الفيديو هذا يوصل للناس الكل. والسلام عليكم ورحمة الله.